الجميع، لماذا اختيار السيد سعد الدين العثماني؟ سي رشيد. حسب بلاغ الديوان الملكي فقد تم اختيار شخصية ثانية من الحزب، لأن السيد عبد الإله بن كيران فشل في تشكيل حكومة، قضى 5 أشهر وهو يبحث عن تحالف يرأسه لتشكيل هذه الحكومة. وحسب عدد من أصدقاء بن كيران فإن الرجل تحول إلى علم لاستقلالية الفعل الحزبي، وذلك الرجل الذي لم ينحني لعدد من المحاولات والتوجهات التي آثرت التأثير على القرار الحزبي داخل حزب العدالة والتنمية. لكن هناك كلام كثير يمكن أن نخوض فيه بتفصيل إبان هذه الحلقة حول خلفيات لماذا أقيل بن كيران أو تم إعفاء بن كيران، ولماذا تم اختيار سعد الدين العثماني. لكن الثابت أن سعد الدين العثماني داخل حزب العدالة والتنمية معروف بصفات الرجل المرن إن لم أقل المهادن، والذي يبحث عن توسيع مساحات التوافق مع محاوريه. أستاذ أشرف، هل شكل لك اختيار سعد الدين العثماني مفاجأة بينما كانت هناك أسماء أخرى مطروحة؟ يعني على المستوى التراتبية الحزبية داخل حزب العدالة والتنمية، يعني لم يشكل الدكتور سعد الدين العثماني أو اختياره أي مفاجأة. لماذا؟ لأنه الإشكال الحقيقي كان في القرار باختيار شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية دون المس باستقلالية هذه الأحزاب، لأنه اختيار أي شخص لا يصنف ضمن قيادات الحزب وليس له تواجد قوي داخل الحزب هي إشارة بمحاولة تكسير أو الإساءة إلى المشهد الحزبي. بطبيعة الحال اختيار العثماني جاء بناء على تواجده القوي داخل حزب العدالة والتنمية باعتباره يرأس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. هو أيضا كان أمينا عاما سابقا، هو ينافس بقوة على الأمانة العامة المقبلة عند عقد المؤتمر المقبل لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى كونه شخصية اشتغلت إلى جانب الملك في منصب وزارة الخارجية، شخصية علمية مثقفة هادئة ساكنة. أعتقد كما قال سي البلغيتي هو شخصية مرنة يمكن أن ينجح في عقد تحالفات تعجل بتشكيل الحكومة المقبلة. وأيضا طبيب نفسي كما نعلم جميعا ودبلوماسي سابق، هل هذه العناصر تساعده على الانطلاق والنجاح في هذه المهمة؟ نعم، مما لا شك فيه. أولا تحية لكم ولمشاهدي قناة فرانس 24 بطبيعة الحال. مما لا شك أنه لكل شخصية سياسية من الاثنين السي عبد الإله بن كيران والسي سعد الدين العثماني مقاربته الخاصة، بمعنى أن الكل له تصور معين، وهذا كان واضح من داخل الحزب لسنوات عديدة، لدرجة أن الأستاذ عبد الإله بن كيران كان سيقدم استقالته سنة 2004 بسبب خلافه مع سعد الدين العثماني، بمعنى أنه يجب النظر إلى المسألة من زاوية أخرى غير الأشخاص، بمعنى من زاوية الحزب، وهنا السياق هو مرتبط. نعود إلى خطاب دكار لجلالة الملك، سنجد بأنه نفس شيئا ما آنذاك الأستاذ عبد الإله بن كيران، ولكن اشتدت الأزمة فيما بعد. اليوم لاحظنا بأنه بلاغ الديوان الملكي كان واضحا وصريحا، وهذا سنأتي إليه في التحليل، لأنه وضع شخصية سياسية بديلة للأستاذ عبد الإله بن كيران ولم يسميها. وفيما بعد في ليلة الجمع العام للمجلس الوطني سمى الشخصية، بمعنى أنه مرة أخرى يجنب حزب العدالة والتنمية التصادم الداخلي، وبالتالي كان اختيار هذه الشخصية أنه حسم الأمر في الشخص، وبالتالي ظلت خارطة الطريق هي هل الحزب سيستمر في معاكسة رئيس الحكومة المعين المكلف بتشكيل الأغلبية، أم أن سيكون له موقف آخر وسيخرج عن المعتاد الذي طارق. أنت الآن تطرح مسألة توقيت الإعلان عن اختيار سعد الدين العثماني. سيد رشيد البلغيتي، هذا الإعلان عشية اجتماع المجلس الوطني للعدالة والتنمية، هل تقرأ فيه استباقا للاجتماع؟ هو واضح أنه استباق للاجتماع لا يحتاج إلى قراءة. هو أيضا ينتصر لسلوك سياسي قديم في المغرب،
مرتبط بأن القصر هو الذي يحدد رئيس الحكومة ومن يقود الحكومة، ولا يمكن للقصر حسب هذا العرف أن يخضع لما قد يعتبره إملاءات من حزب ما. أنا أعتقد أننا عندما نختار شخصا فنحن لا نختاره لشخصه. عندما تم إعفاء عبد الإله بن كيران من تشكيل الحكومة، فوراء عبد الإله بن كيران حزب العدالة والتنمية، ذلك المشروع الحزبي وذلك الحزب. وعندما كلف سعد الدين العثماني فوراءه حزب هو نفسه اسمه حزب العدالة والتنمية. هناك سؤال يطرح اليوم: هل بتغيير الأشخاص، هل كان لنا مشكل مع عبد الإله بن كيران كشخص أم مع حزب العدالة والتنمية كحزب؟ لأنه تغيير شخصية بأخرى لا يعني تعيين حزب أو رؤية أو فلسفة لتشكيل، ما دامت إيديولوجية الحزب هي نفسها وهي ذاتها ورؤيته واشتراطاته أو شروطه التي كانت في النقطة الرابعة من بيان العدالة والتنمية مباشرة بعد إعفاء عبد الإله بن كيران، والتي يتحدث فيها عن استمرارية نفس النهج في تشكيل الحكومة وفي نفس الشروط. بمعنى تغير عبد الإله بن كيران لكن لم تتغير معالم وخارطة التشاور التي كانت مرسومة أيام عبد الإله بن كيران. هناك شيء آخر مهم، أنه بإعلان القصر عن اسم رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني يكون منتصرا لمنهجيته القديمة. عبد الرحمن اليوسفي عين وزيرا أول لحكومة التناوب قبل أن تقرر هيكل الاتحاد الاشتراكي في الموضوع، وكانت حادثة تاريخية، وهي أن الأستاذ محمد الساسي طرح سؤالا على عبد الرحمن اليوسفي، قال له: سي عبد الرحمن، ماذا لو قررت اللجنة الإدارية البقاء في صفوف المعارضة؟ فأجابه اليوسفي: لا وجود لقرار مرتبط باللجنة الإدارية في الدستور المغربي لكي أكون وزيرا أولا. أستاذ أشرف، البعض يقول أنه ربما تعيين سعد الدين العثماني عشية اجتماع حزب العدالة والتنمية هو ربما ساعد في احتواء خلافات داخلية للحزب، هل هذا صحيح؟ نعم، هو طبعا ساهم في توجيه النقاش داخل المجلس الوطني لحزب العداله والتنميه، ويعني الكل المتتبعين يعني لا يتوقع تماما، يعني رغم انه التعيين ديال السي العثماني اذا لم يخرج الى الوجود، لا يتوقع تماما ان يصدر المجلس الوطني لحزب العداله والتنميه لائحه اسماء مقترحه. هذا سلوك يعني لم يكن داخل حزب العداله والتنميه، يعني كانت في مرحله معينه الاعتزاز بشخص الامين العام بمحاوله لتقريبه، يعني عندما نتكلم عن حكومه 2011 في محاولة لتقريبه وإبعاد الشبهات عنه عندما كان يتكلم عن اختيار شخصية أخرى من غير يعني السعد إلى بن كيران. أطراف داخل الحزب كانت تتحدث عن شخصيات أخرى بينها السيد الرميد والسيد الرباح. لا، هو الحديث عن شخصيات في إطار يعني عدم تضييق مساحة الاختيار للملك، لأنه لا تنسى أنه الرسالة التي أطلقها حزب العدالة والتنمية في مؤتمر الاستثنائي السابق عندما جدد ولاية السيد عبد الله بن كيران يعني لمدة سنة، فهي رسالة يعني تؤكد على أنه حزب العدالة والتنمية يرغب في اختيار السيد عبد الله بن كيران رئيسا للحكومة المقبل في حالة إذا فاز بالرتبة الأولى في الانتخابات. الآن حزب العدالة والتنمية فهم جيدا طبيعة هذا السياق السياسي، وأثيرت هذه الأسماء، وللملك يعني كافة الصلاحيات باعتبار النص الدستوري في اختيار شخص مناسب. هنا أعود لأؤكد على أن من ضمن الأمور التي نراها الآن في اختيارات العثماني، نعود إلى شخص العثماني الذي لم يعد وزيرا للخارجية، وكيف أنه عرض عليه في ذلك الوقت أخذ وزارة أخرى، يعني مكان وزارة الخارجية، عندما تشبت حزب التجمع الوطني الأحرار بحقيبة وزارة الخارجية. آنذاك العثماني قال: أنا لا يمكنني أن آخذ وزارة لشخص قدم فيها حصيلة طيبة. يعني هنا إشارة على أنه الشخص سعد الدين العثماني اختار أن يختفي عن الصورة آنذاك في محاولة لمراجعة نفسه، لمحاولة لاكتشاف يعني لمواصلة مشواره الثقافي والفكري، والآن يعود إلى المشهد السياسي بقوة من أجل. وهذا ما جعل البعض ربما كان يستبعد اختيار سعد الدين العثماني لأنه فعلا توارى عن الأنظار في الآونة الأخيرة. أعود للسيد طارق، كيف تتوقع أن تكون مهمة السيد سعد الدين العثماني؟ أنا أعتقد أنها لن تكون سهلة. شيء مؤكد، ولكن قبل ذلك دعني، لأنه هناك في السياق الحديث يجب بعجالة لأنه صحيح أن الأستاذ البلغيتي تحدث عن فترة السي عبد الرحمن اليوسفي كانت محكومة بدستور 1996. اليوم نحن في دستور 2011، لا نتحدث عن العرف بقدر ما نتحدث عن ما ينص عليه الدستور. اليوم الدستور واضح، وحتى الأستاذ طريق لنا تكلم على واحد المسألة وقال بأنه
الحزب يسهل مأمورية الملك، لا، خطأ دستوريا. جلالة الملك طبقا للفصل 47 له بمقتضى صلاحية الدستور اختيار أي شخصية سياسية من داخل الحزب الذي تصدر المشهد الانتخابي للانتخابات التشريعية. بمعنى أنه حينما اختار هو يقول يطبق، ينزل تنزيل تام للدستور. هذا من جهة. من جهة ثانية، اليوم المهام للسيد سعد الدين العثماني يجب أن نتحدث بكل صراحة. ما الذي يختلف فيه السيد سعد الدين العثماني عن السيد عبد الإله بن كيران؟ هذا سؤالي اللاحق، لكن أنا أريد أن تجيبني أولا عن المهمة. المهمة هي صعبة، لأنه بدل أن نقول كما قلنا في البداية بأن الأستاذ عبد الإله بن كيران بين قوسين كان بطلا وأعطى صورة الرجل الذي لا ينحني، لماذا لا نقول بأن السيد عبد الإله بن كيران أقر بفشله في تدبير المشاورات أولا، ثم في تدبير المفاوضات، وبالتالي هو اعترف بعظم لسانه، لأنه قال أنا كنت سأرفع تقريرا إلى جلالة الملك أعبر له عن أين كان المشكل. بمعنى بالنسبة له كان هناك مشكل، وبالتالي لم يستطع أن يتجاوز هذا المشكل. عدم الاستطاعة هي عدم الاقتدار السياسي بالنسبة لنا. أنت تستبعد أن ينجح سعد الدين العثماني فيما فشل فيه السيد بن كيران؟ أعتقد اعتقادا جازما بأن السيد سعد الدين العثماني سيعاني من نفس إكراه حركة التوحيد والإصلاح داخل حزب العدالة والتنمية لاعتبارات عدة، وبالدليل والبيان. لأن هذه الحركات تعتبر بأنها فوضت للسيد عبد الإله بن كيران في المرحلة السابقة. سيد رشيد، لنكمل هذه الفكرة بعجلة. فوضت للسيد عبد الإله بن كيران أن يأخذ القرارات التي يرغب فيها، ولكن هذه المرة لاحظ بأنها قزمت دور رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران في اختيار فقط وزيرين. سي رشيد البلغيتي، أين يتقاطع وأين يختلف السيد سعد الدين العثماني والسيد بن كيران؟ غادي نجاوب، ولكن بعجاله غادي نعلق على واحد الملاحظه جا بها السي الاتي. عندما نتحدث عن نص الدستور يجب ان نتحدث عن ما هي المعالم في التاويل. هل تنتصر للديمقراطيه؟ غير انا رايي واحد. أنا تقديري أنه عندما يقود زعيم حزب حملة انتخابية يقنع الناس ببرنامج، فإن التأويل يقتضي أن هذا الزعيم الأول هو الذي يجب أن يقود أي تحالف أينما كان. لا أتحدث عن المسألة الثانية والأساسية، أننا عندما نكون قد كلفنا شخصا بتشكيل حكومة فإننا نستدعيه لسماع روايته حول الصعوبات والذي كان متاحا أو غير متاح في تشكيل هذه الحكومة، وبناء على روايته من ضمن رواية فإننا نحكم بفشل التجربة من عدمها. أتحدث بشكل عام. المسألة الثالثة هو أنه اليوم إذا أردنا ما يقدم الفعل الديمقراطية في هذا البلد فإنه يجب أن نترك للقرار الحزبي المستقل أن يعطينا هذا الذي يريد أن يقود حكومة إذا ما صوت الشعب لصالح حزب ما كيفما كان. تعتقد أن الأمر سيان سواء كان سعد الدين العثماني أو السيد بن كيران؟ أنا أعتقد أننا إما أمام نجاح حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة كحزب وكمشروع، أو فشل هذا الحزب في تشكيل الحكومة كحزب أو كمشروع. جيء بالرميد، جيء بسعد الدين العثماني، جيء بعبد الإله بن كيران، رغم اختلاف السلوكات واختلاف السيكولوجيات فإننا أمام نفس الفعل الحزبي وأمام نفس المؤسسة الحزبية. فما الذي تغير؟ هل بسعد الدين العثماني مثلا سيزول شرط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟ آنذاك فإن الاعتراض على بن كيران وليس على العدالة والتنمية. وجهه للسيد أشرف، ما الذي تغير؟ حزب العدالة والتنمية يتقن لعبة تناوب الأدوار. الحزب يبقى حزبا مؤسسة مستقلة في قرارها الفعلي والحزبي، ولكن أكيد أنه تناوب الأدوار ما بين الشخص عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني سيسهل مسؤولية تشكيل الحكومة. كيف ذلك؟ أولا، إذا لاحظتم نبرة التهاني والمباركة وتسهيل المهمة الآن عبر كوفة لا يعول عليها هذه البيانات الأولية. الساعات الأولى لا يعول عليها تماما، ولكن أنا أتكلم عن يعني مؤشرات هذا السياق. لأنه البدايات عندما تكون البداية جيدة يجب أن نتوقع النهايات الجيدة. الأمر الثاني، السيد سعد الدين العثماني سيعدم تماما يعني لغة المفاجآت التي كان يثيرها السيد عبد الله بن كيران في خطابته. في كل لقاء حزبي داخلي أو خارجي أو في مكان معين كنا نرتقب أن نسمع تصريحا لابن كيران
يزيد من مهمة تعقيد هذه التحالفات. الآن أمام شخصية وازنة هادئة سيتكلم تماما بالخطاب الذي سيسهل هذه المهمة. رابعا، حزب العدالة والتنمية يعتبر أنه تنازل أو لا إعفاء السيد عبد الإله بن كيران واختيار العثماني هو تنازل من طرف حزب العدالة والتنمية، وبالتالي يعتبر أن الجهة الأخرى التي كانت تشترط عددا من الشروط في هذه التحالفات يجب أن تفهم هذا السياق وتعتبر أن إذا كان الشخص عبد الله بن كيران يطرح عليه البلوكاج بقوة. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.